بسم الله الرحمن الرحيم. انا ان شاء الله نويت انزل الاستفتاء يوم السبت وهقول نعم. بس قبل ما اقول انا هقول نعم ليه، بطلب من كل الناس اللي هتقول نعم واللي هتقول لا او اللي مش عارفين لازم ينزلوا يوم السبت. اللي مش هينزل يستفتي حتى ينزل ينظم المرور. اتعلمنا خلاص، اتعلمنا لما كنا ما بننزلش كانت الانتخابات بتتزور. اللي خايف ينزل، اللي خايف من اي حاجه ينزل. خلاص، اللي خايف ان الانتخابات او الاستفتاء هيتزور يبقى ما عندوش ثقه في القضاء، ما عندوش ثقه في الجيش، ما عندوش ثقه في الشرطه، ما عندوش ثقه في نفسه. يبقى ينزل ويبقى يتشائم ويتفائل براحته بعد كده. انا هقول نعم لاني مش همشي وراء اراء الناس. انا هقول نعم مش عشان الاخوان قالوا نعم، ومش هقول لا علشان الحزب الوطني قال نعم. لا، انا هقول نعم لان انا مقتنع بنعم، ومش كل تصرفاتي من هنا ورايح هتبقى مبنيه على تصرفات الناس. مش معنى ان فلان قال نعم هقول نعم، ومش معنى ان فلان قال لا يبقى هقول نعم. لا، انا هقول نعم لان انا مقتنع بنعم. انا مقتنع ان احنا غير قادرين ان احنا نختار لجنه دستوريه هي اللي تشكل الدستور، لان احنا مش على درايه كامله بكل القضاه اللي في مصر والتاريخ بتاعهم وتصرفاتهم ومدى امانتهم ومدى صلاحياتهم لتكوين ده، مع احترامي لكل الناس. بس انا ما اعرفش، انا ما عنديش خلفيه عنهم، لكن قد اكون عندي خلفيه اكتر عن اعضاء مجلس الشعب اللي ممكن يمثلوني في مجلس الشعب من اهل منطقتي. كانوا اخوان، كانوا حزب وطني، كانوا مستقلين، كل ده انا اللي احكمه بناء على تاريخي. انا عارف مين اللي كانوا حزب وطني في منطقتي ومش هنتخبهم، خلصنا. انا عارف مين اللي ينفعه. ولو الاخوان مش عاجبيننا ما ننزل ندور على الناس المحترمه اللي تصلح ان هي تمثلنا في مجلس الشعب وننزل ننتخبهم. كل واحد في منطقته يعرف 20 30 اسم ناس محترمه ولا غبار عليها وينفعوا يمثلوه، ينزل يقنعهم، يقول لهم لو سمحت انزل مثلني في مجلس الشعب لمده سنه، نختار الدستور ونكونه، وتفضل اقعد في بيتك تاني براحتك لو عايز. حتى لو معكش فلوس تعمل الحمله الانتخابيه بتاعتك هنساعدك فيها، لان احنا مقتنعين ان انت عايزينك تخش مجلس الشعب وتمثلنا. كذلك رئيس الجمهوريه. مجلس الشعب مش هيبقى حزب، يبقى اتفقنا كده ان مجلس الشعب مش هينفع يبقى حزب وطني، لان الحزب الوطني اتعلم عليه وبقى معروف في كل منطقه هو مين. لما اديله فرصه انه يلحق يغير جلده ويغير لونه ويصالح الناس ويعمل مشاريع ويجيب هنا فلوس ويعمل هنا ويعمل هنا، يبقى انا بديله بالعكس فرصه ان هو يلحق يخش مجلس الشعب. لو انا عملت له دلوقتي حاله من انتخابات مش هيعرف يخش مجلس الشعب. الاخوان قالوا 35% منهم بس هيمثلوا، هيلعبوا على مقاعد 35% بس من مجلس الشعب، وما اظنش ان هم يقدروا يكذبوا في حاجه زي كده، لان هم لو كذبوا تبقى فضحتهم بجلاجل، يبقى سكتوا ظهرا ونطقوا كفرا. بقى لهم 30 سنه محبوسين، ويوم ما بداوا ياخدوا الحريه هيكذبوا. ما اظنش ان الاخوان بالغباء ان هم يعملوا كده. واعتقد ان الاخوان احسن عصر هيمارسوا فيه الديمقراطيه وهيأدوا دورهم على اعلى مستوى هو الفتره اللي جايه دي، لان هم عايزين يوروا الشعب كله هم مين. فاعتقد ان هم هيأدوا اداء هايل الفتره اللي جايه دي. مش بنحاز لهم ولا حاجه، بس انا بحلل ايه اللي هم لو انا مكانهم هعمل ايه. انا لو مكانهم هوري الناس انا مين. فهي دي فرصه فعلا ان احنا نعرف مين الاخوان. مش معنى ان الاخوان والحزب الوطني قالوا لا يبقى هم متفقين مثلا، ومش معنى ان الحزب الوطني قال اسف ان هم قال نعم، الحزب الوطني قال نعم يبقى معناه ان هو بيقول نعم عشان احنا نقول نعم زيه. ممكن يكون بيقول نعم عشان احنا نقول لا. ما نثقش فيه بصراحه، ده يعمل اي حاجه. لو دلوقتي في ماده الزاميه في الدستور المعدل، في المواد المعدله دي بتلزم مجلس الشعب ورئيس الجمهوريه انه يعدل الدستور في الفتره اللي جايه في خلال 6 شهور، والمجلس الاعلى للقوات المسلحه اعلن ده. وحتى لو كل ده انت مش مصدقه، والله ميدان التحرير لسه ما اتسرقش، موجود. ولو قفلوا الاتصالات احنا عارفين بنتقابل فين وبنتجمع ازاي، وهننزل لهم وهنقلع لهم ملط لغايه ما ان شاء الله ناخد حقنا، وهناخد حقنا. اصل خلاص الدستور هيتعدل. هو الفكره هيتعدل دلوقتي حالا في وجود الجيش، هيتعدل دلوقتي، واللي ماسك البلد مش ناس احنا اللي منتخبينهم، اللي ماسك البلد الجيش، واحنا اهلا وسهلا بالجيش بس كل حاجه، بس مش احنا اللي منتخبينه، هو جه انقذ الموقف. والجيش بصراحه مش لازم يفضل في الحكم كل ده، احنا لازم بقى نريح الجيش ويرجع مكانه يشتغل، ولازم يبقى اللي بيمثلنا دلوقتي يبقى واحد بيمثلنا بجد. الميزه بقى في كل فوق كل ده ان 2012 هتشهد رئيس جمهوريه ومجلس شعب منتخبين، وفي اخر 2012 هيعملوا الدستور ويمشوا. في خلال 2012 هنبقى قيمنا كل اعضاء مجلس الشعب بكل
التيارات اللي وراهم. يعني هنبقى قيمنا عضو مجلس الشعب اللي اخوان، مش قيمناه هو كشخص بس، قيمنا الاخوان من خلاله. هنبقى قيمنا رئيس الجمهوريه اللي موجود، وهنبقى قيمنا ازاي نتعامل مع رئيس جمهوريه جديد، لان احنا كان ما عندناش رئيس جمهوريه، احنا كان عندنا واحد مجبرين عليه. الاهم من كل ده ان رئيس الجمهوريه هيجيب رئيس وزراء، والرئيس الوزراء هيجيب وزراء، وكل دول ناس احنا بنقيمهم، لان احتمال نختار واحد منهم يبقى رئيس الجمهوريه في الفتره اللي بعدها. يبقى احنا كسبنا ان احنا بدل ما عندنا 5 وشوش بنختار منهم رئيس جمهوريه، بقى عندنا 50 وش بنختار منهم رئيس جمهوريه، ودي مكسب خيالي جدا وجامد جدا، لان احنا دلوقتي بقينا بجد بنمارس ديمقراطيه. ولازم من هنا ورايح نتعود ان احنا مش كل الاختيارات اللي قدامنا هتبقى ابيض واسود، احنا هيبقى قدامنا ابيض ورمادي، هيبقى قدامنا حاجه حلوه وحاجه احلى. انا مقتنع ان لو الناس اختارت لا والاستفتاء نتيجته طلعت لا، ان ده مش وضع وحش. يعني انا مقتنع ان فعلا ان وضع لا ده وضع مش سيء للغايه، وضع كويس، بس انا شايف ان احسن الوضع بتاع نعم، لانه هيوصلنا لحاجات احسن. وحتى لو انا مقتنع ان اسوأ وضع في الدنيا هو لا، فانا لو نتيجه الاستفتاء كانت لا فانا موافق ومش هفتح بقي، بل بالعكس هسبورت وهفكر في المرحله اللي بعدها على طول ازاي نبني البلد، لان احنا مش وقت خناقات ومش وقت مشاكل، وقت اختلاف بموضوعيه ونقاش بمنتهى الاحترام، وقت مشاركه فعليه. ننزل الاستفتاء ان شاء الله يوم السبت، اللي عايز يقول نعم يقول، واللي عايز يقول لا يقول، بس لازم يقول وما يبقاش اخرس، ولازم ينزل، ولازم ينظم المرور اليوم ده، ولازم يمنع البلطجه، ولازم يراقب الانتخابات، ولازم يصور اي تجاوزات، وان شاء الله مش هيبقى فيه تجاوزات، واي تزوير يشوفه يقول عليه، واي واحد ماشي في الشارع عكسي يقول له ما تمشيش عكسي. ده النهارده يوم عيد، النهارده احنا بنحتفل ان احنا كلنا نازلين نستفتي ومش مسيرين، احنا النهارده بنختار بنفسنا، والنهارده جايين نبني بكره، وان شاء الله خير، ومصر هتعيش وهتبقى مصر بلد احسن بكتير من اللي احنا كنا شايفينها قبل كده، وان شاء الله خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.